مرحبا بكم في فيديو جديد. أسبوع الكرة المغربية على موقعكم ستاديوم. كشفت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن برنامج الجولة 13 من الدوري المغربي، وستجرى هذه الجولة على مدى يومين بين الخميس والجمعة 28 و 29 من الشهر الجاري، حيث قسمت مباريات هذه الدورة بالتساوي على مدى يومين، بحيث ستفتتح بمباراتي الفتح الرباطي أمام يوسفية برشيد والرجاء الرياضي ضد اتحاد طنجة بداية من 4 عصرا، في حين سيستقبل شباب محمدية ضيفه نهضة بركان في 6 مساء، على أن تختتم مباريات هذه اليوم بلقاء المغرب التطواني ضد اتحاد تورقة في 8 مساء، لتتواصل مباريات هذه الجولة بلقاء نهضة الزمامرة أمام مولودية وجدة بداية من 4 عصرا، فيما سيستقبل فريق حسنية أكادير فريق المغرب الفاسي على الساعة 6 مساء، وهو نفس التوقيت الذي سيلاقي فيه أولمبيك أسفي ضيفه الوداد الرياضي، على أن يسدل استثار مباريات الجولة 13 بلقاء شباب السوالم أمام ضيفه الجيش الملكي في 8 مساء. الرجاء يفشل في الحاق بصدارة الدوري بعد التعادل مع نهضة بركان. تمكن النادي نهضة بركان مساء يوم الأحد من تحقيق نتيجة تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الرجاء الرياضي لحساب المؤجل جولة 12 من البطولة الاحترافية، وبهذا التعادل حافظ الرجاء الرياضي على وصافة الدوري وراء الجيش الملكي برصيد 24 نقطة، فيما رفع نهضة بركان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع. الوداد يرتقي للمركز الثالث بعد الانتصار على يوسفية برشيد. واصل الفريق البيضاوي سلسلة نتائجه الإيجابية عقب انتصاره بهدف دون رد على الفريق الحريزي برسم المؤجل جولة 9 من الدوري الاحترافي، وصعد الوداد للمركز الثالث برصيد 22 نقطة مع مباراتين مؤجلتين على بعد نقطتين من الرجاء صاحب الوصافة و4 نقاط عن الجيش متصدر الترتيب، فيما تجمد مجموع نقاط يوسفية برشيد في 8 نقاط ليقبع في المركز ما قبل الأخير في سبورة الدوري. الزمالك المصري يوضح حقيقة تفاوض مع روجي أوغولو. كشفت تقارير صحفية مصرية أن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الرجاء الرياضي لضم اللاعب التوغولي روجي أوغولو في الميركاتو الشتوي القادم، وكان محمد بودريقة علق في وقت سابق على حقيقة عرض الزمالك لضم أوغولو بقوله: لا يوجد عرض رسمي ولا شبه رسمي لرجوع أوغولو. جزئيات تفصيل تعاقد الرجاء مع لاعبين من اتحاد تورقة. حسم الفريق البيضاوي بشكل كبير صفقة ضم لاعبين من اتحاد تورقة لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتوصل مسؤولي الرجاء للاتفاق بتعزيز صفوفهم بكل من أيمن ديراني وأحمد الخليج من اتحاد تورقة، وتنتظر إدارة الرجاء إنهاء المفاوضات المادية مع الفريق التورقي قبل التعاقد بشكل رسمي مع اللاعبين. يذكر أن الرجاء ضم لصفوفه كل من البوليدي فيكتور أبريغو وكذا اللاعب هيرفي جاي، كما يسير بنجاح نحو ضم البوفتيني. متولي يحسم وجهته المقبلة. حسم محسن متولي وجهته القادمة بعدما أنهى ارتباطه مع نادي حسنية أكادير قبل أسابيع قليلة على انطلاق مرحلة الانتقالات الشتوية. ووفق تقارير صحفية فإن محسن توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي نهضة الزمامرة يقضي بحمل قميص الفريق